بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سنتطرق بإذن الله سبحانه وتعالى إلى دراسة مبحث علوم القرآن من كتاب المقدمات الأساسية في علوم القرآن من تأليف عبد الله يوسف الجدية. سنتطرق أولاً إلى تمهيد من هذا الكتاب، وهو باب القرآن وإعجازه، ويحتوي هذا الباب على تعريف القرآن وأسماء القرآن الكريم، وتعريف السورة والآية، والإعجاز في القرآن الكريم. وسنقسمها على عدة حلقات. نبدأ بالحلقة الأولى، سنتعرف على القرآن الكريم وكيفية نزوله، ثم نتعرف على المقدمات الأساسية في علوم القرآن في حلقات أخرى إن شاء الله. نبدأ أولاً بتعريف القرآن الكريم. القرآن في لغة العرب مصدر كالقراءة، ومعناه الجمع، وسمي القرآن الذي أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم قرآناً، لأنه يجمع السور ويضمها، وهو اسم للكتاب العربي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والمكتوب في المصاحف، المبتدأ بالبسملة فسورة الفاتحة، والمختتم بسورة الناس، وهو ذاته المكتوب في اللوح المحفوظ، كما قال الله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، من سورة البروج آية 21 و22. وفي الكتاب المكنون كما قال الله تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، من سورة الواقعة. وفي الصحف المكرمة كما قال الله عز وجل في سورة عبسة من آية 11 إلى آية 16: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وهو غير التوراة التي أنزل الله على موسى، وغير الإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام، وهو جميعه بصوره وآياته وكلماته كلام الله تعالى تكلم به، أسمعه لرسوله جبريل عليه السلام، فنزل به جبريل مبلغا إياه كما سمعه لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: قل نزله روح القدس من ربك بالحق، من سورة النحل آية 102. وقال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، من سورة الشعراء آية 192 إلى الآية 194. فبلغه محمد صلى الله عليه وسلم كما أنزل عليه ما كتم منه حرفاً، وبلغه أصحابه للأمة من بعده ما كتموا منه حرفاً، وهو بأيدي الناس في المصاحف مسطور، وفي قلوب الحفاظ محفوظ. تعهد الله تعالى بحفظه، فما يقدر على تبديل شيء منه أحد حتى يرفع من الصدور والسطور بإذن الله تعالى،
كما قال الله عز وجل: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به وعلينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا، من سورة الإسراء. فدل على أن القرآن يمكن أن يرفعه الله بقدرته إن شاء. وقد صح من حديثي حذيفة ابن اليمان وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، وهو مضاف إلى الله تعالى إضافة صفة لا إضافة خلق. هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو الذي دلت عليه البراهين والنقلية والعقلية. والقرآن اسم لجميع الكتاب المنزل، كما أن الجزء منه كآية أو نحوها يسمى قرآنا أيضا، كما قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، من سورة الأعراف آية 204. وهذا مراد به بعض القرآن. خلاصة هذه الحلقة هو أن القرآن الكريم هو كلام الله المنزل، أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم محمد عن طريق جبريل عليه السلام، على عكس ما يقوله بعض الفرق الضالة التي قالت أن القرآن الكريم مخلوق. أرجو أن تعجبكم هذه الحلقة، وقد تكونوا استفدتم منها كثيرا.